على ضفاف النيل، النهر العظيم، النهر المقدس، نمت وازدهرت حضارة مصر الفرعونية. وتاريخ مصر الفرعونية هو تاريخ الإنسانية، هو تاريخ الحضارة الإنسانية، حيث أبدع الإنسان المصري القديم بتقديم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم، فهي حضارة رائدة في مبتكراتها ومتميزة وفريدة في عمائرها وفنونها. حقا لقد كانت مصر أول دولة في العالم القديم عرفت مبادئ الكتابة، فابتدعت الحروف والعلامات التي سميت فيما بعد بالهيروغليفية، وأضحى دور الكاتب المصري دورا هاما في الحياة الثقافية والفكرية. الحضارة المصرية القديمة هي سلسلة متصلة نتيجة تفاعل مع الإنسان المصري وغير المصري، وتركت في عقله ووجدانه بصماته. ومقدار هذا الدور الحضاري، هذا الدور التاريخي لمصر، فقد كان لها أيضا دورا دينيا، فكانت المكان الذي احتضن الأنبياء والأرض التي سارت عليها الرسل. وعلى أرض مصر تتبعت حضارات متعددة، فكانت مصر مهدا للحضارة الفرعونية، حاضنة للحضارة الإغريقية والرومانية، منارة للحضارة القبطية، وحامية للحضارة الإسلامية. السيدات والسادة، الحضور الكريم، تحت رعاية سعادة سفير جمهورية مصر العربية في الرباط، يتشرف المركز الثقافي المصري أن يرحب بكم الليلة في هذه الندوة حول الحضارة المصرية، الحضارة الفرعونية، أثر يمتد عبر مصر. يشاركنا في الحضور الليلة ويشارك معنا الأستاذة الدكتورة بالكامل بدوية، أستاذ التاريخ القديم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الفاتح، وهي أيضا شغوفة عاشقة للحضارة المصرية القديمة. ويشاركنا أيضا حضور الدكتورة دعاء محمد العوضي، وهي باحثة كلية الآداب جامعة طنطا، وهي متخصصة في التاريخ اليوناني الروماني. نبدأ أولا بورقة البحث مقدمة من سعادة الأستاذة الدكتورة بالكامل البيضاوية، فلتتفضل مشكورة. اسمحوا لي في البداية أن أقدم خالص شكري وأغلى متمنياتي لسيد مستشار ثقافي ولأطر المركز الثقافي المصري، الذين دوما مهما سارت الأيام نجد فيهم المداد والدفء وحسن التعامل. فطلبتي دوما عندما أغيب عن المركز ولا أقترح عليهم المركز الثقافي المصري يعتبرون بأنه هناك فراغ بالنسبة لجدولهم الزمني. إذا شكرا جزيلا للسيد المستشار، شكرا جزيلا أيضا للحضور الكريم ولطلبتي الأعزاء. إذا اخترت الحديث عن حضارة هي من الحضارات المميزة. عنونت محاضرتي كما هو عنوان مسلك تاريخ وحضارة. إذا مصر الفرعونية تاريخ وحضارة 3232. طبيعي بأنه لن يكون عرضي إلا على شكل ومضات، لأننا أمام حضارة أصلية فذة تزخر بعدة مميزات. وقبل أن أقف عند المميزات لا بأس بأن أذكر بأن التسميات التي نستعملها
نستعملها هي تسميات من مراحل متأخرة، أي جبتو على هذا العرض الثري الذي حملنا إلى الماضي القديم والحضارة المصرية القديمة، الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة. فهي بحق يعني تملك مفردات هذه الثقافة، هذه الحضارة، وتعي من أسرارها. وشكرا لكم جزيل الشكر على هذا العرض الثري. قبل أن ننتقل إلى العرض الثاني أو البحث الثاني في هذه الندوة، لدينا فيلم عن الجيش المصري قام بإعداده هو أحد الباحثين واسمه محمد يوري، وهو تحت إشراف الأستاذ الدكتورة إكرام. شكرا سيد المستشار، شكرا الحضور الكريم. دوما يقال عن الجامعة بأن أسوارها منيعة ومغلقة، ودوما أدعو طلبتي لأن يعرفوا كيف يسوقوا ثقافتهم. إذا كانت وجدت ترحاب من مجموعة من الطلبة، استغلت اهتمامهم بما يسمى بالسمع البصري، فطلبت منهم أن ينجزوا أفلام، وكان فيلمان أحدهما حول الجيش المصري الفرعوني والثاني حول موقع شريعة، ودوما هل من مزيد. وشكرا لكم. إذا نتمنى أنه تتبع جيد لهذا الفيلم وثائقي، وشكرا. وحوالي 10 دقائق يعني يمكن بس هي يعني دقيقتين يعني هعلق كده على الفيلم سريعا. يعني وانا بعد الموضوع الندوه يعني طلعت كده يعني كلمه الحضاره ومعنى كلمه الحضاره، ولقيت تعريفات كتير. يعني ايه الحضاره وترتكز على ايه، التقدم العلمي، الفنون الى اخره. لكن في يعني يمكن تعريف كده هو اللي يمكن لفت نظري، وهو اللي يمكن انا شايفه يعني ينطبق قوي مع الفيلم ده، وهو ان الحضاره تبدا عندما ينتهي الاضطراب. تبدا الحضاره عندما ينتهي الاضطراب. طبعا لان طبعا الانسان اذا ما احس بالامن يعني وتحرر من الخوف، فبيبدا ان هو يعمل، وبعد العمل ياتي الابداع. يمكن الفيلم لو استعرضنا ان في بعض الصور اللي لفت نظري قوي، اللي هي صوره الجنود، يعني يمكن انا يعني صوره الالزاميه، يعني الجيش النظامي، يعني ازاي ممكن نطفي بس ونشوف الصوره بتاعت الجنود وهم واقفين، يعني نفس الزي، نفس العتاد، يمكن نفس الشكل، نفس السن او تقريبا يعني السن، يعني هو ف يعني دي يمكن يعني الجيش النظامي او السبب الرئيسي في استقرار الحضاره الفرعونيه في الماضي القديم. يعني في الفتره الحاليه، ويمكن احنا يعني في الوقت الحاضر والسنوات اللي عشناها، ودي كانت سنوات صعبه، يعني يمكن احنا تعرضنا يعني او تعرض الجيش او تعرضت الدوله المصريه لكثيرا من المحن. انا متهيألي يعني كان في بعض حتى تساؤلات، ويمكن اذا كانت بنيه، سواء كانت نيه طيبه او نيه غير طيبه، يعني يقولوا لماذا مصر صامده حتى هذه اللحظه؟ الاجابه في هذه الصوره، لان مصر فيها جيش وطني، جيش يحافظ عليها ويحافظ على امنها. فتحيه للجيش المصري، تحيه لهذا يعني الفيلم الرائع اللي ذكرنا بهذه اللحظات. ننتقل الآن إلى المداخلة الثانية، وهي الحضارة الفرعونية، تجليات الحضارة الفرعونية عبر الحضارتين اليونانية والرومانية. دكتورة دعاء العوضي. أتشرف أن أتحدث إليكم اليوم من المركز الثقافي المصري بالرباط، هذه الأرض المصرية التي تتنفس عشقا مغربيا للحضارة المصرية بماضيها وحاضرها. كما أتقدم بجزيل الشكر للأستاذة الدكتورة البيضاوية بالكامل على العرض الرائع الوافي عن الحضارة الفرعونية. وامتدادا لما شرحته الدكتورة البيضاوية، فإنني أود أن أكمل عن أثر الحضارة الفرعونية في العصرين اليوناني والروماني، ليس لأن الوارث يتبع ولا يبتدع، ولكن لتأصيل لبعض المظاهر الفرعونية التي استمرت في هذين العصرين، ومحاولة لرصد الاشتقاق الخلاق للحضارتين اليونانية والرومانية من الحضارة الفرعونية.
وقبل أن أرصد هذا التأثير فإني أريد أن أرجع قليلا للوراء في محاولة لرصد بداية العلاقات المصرية اليونانية قبل مجيء الإسكندر الأكبر لمصر. فقد امتدت هذه العلاقة لتضرب في عمق التاريخ، حيث تناقلت المراكز التجارية المظاهر الحضارية الفرعونية منذ عصر ما قبل الأسرات، حيث كان المصريين القدماء لهم علاقة بسكان جزر البحر المتوسط ككريت وموكيناي، والجزر اليونانية ساموس ورودس وأوبرس منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. وقد بدت مظاهر هذه العلاقة تتجلى في عصر الفرعون إبسماتيك الأول في القرن السابع قبل الميلاد، حيث شجع العديد من اليونانيين على الاستقرار في مصر وأنشأ لهم مدينة خاصة بهم وهي مدينة نقراطيس، وهي مدينة تقع جنوب الإسكندرية في مركز إيتاي البارود حاليا. وكان الاحتلال الفارسي لمصر في 525 قبل الميلاد وإغارة الفرس وحروبهم ضد اليونان في 490-480 قبل الميلاد هو من وحد الهدف المشترك لكل من المصريين واليونانيين في القضاء على الفرس. فقد شجع الإسكندر ومن قبله فيليب المقدوني المصريين على الثورة ضد الفرس حتى سنحت لهم الظروف الدولية والحالة السياسية لغزو مصر، إلا أن الإسكندر الأكبر لم يجئ إلى مصر فاتحا، وإنما مستعمرا جلبته الأهمية الاقتصادية لمصر، حيث كانت مصر في هذه المرحلة أكبر مخزن للغلال، وهم كانوا بحاجة لإطعام الجيوش، خاصة بتطلعات الإسكندر الأكبر لفتح الشرق، كذلك نقص البردي. ففي خطاب وجهه أحد الفلاسفة لوالد الإسكندر فيليب المقدوني يشير أنه لا يستطيع الاستطراد في الحديث، ويقول ساخرا: إلى هذا الحد أصبح الورق نادرا بس بعد أن سيطر الفرس على موارد مصر الاقتصادية. تلك كانت الأسباب الكامنة التي دفعت الإسكندر الأكبر لغزو مصر ودفعته لعدم مواصلة السير خلف ملك الفرس الهارب بعد موقعة إيسوس سنة 333 قبل الميلاد. وبداية بمجيء الإسكندر إلى مصر في سنة 332 قبل الميلاد بدت مظاهر الحضارة الفرعونية تتجلى في العصر اليوناني ومن بعده بالتبعية في العصر الروماني. فقد حرص الإسكندر الأكبر منذ البداية على زيارة معبد الإله بتاح في منف وتزيى بالزي الفرعوني، كما أنه ذهب لمعبد الوحي أمون بسيوة ورسم على أنه ابنا للإله أمون، وارتدى قرني كبش، وهذه الصورة التي كان يرسم عليها أبناء أمون. وكان بعد وفاة الإسكندر الأكبر قد قسمت مملكته، وكانت مصر من نصيب القائد بطليموس الذي اتخذ لقب سوتير أي المنقذ. هذا القائد حاول إيجاد مدخلا للثقافة المصرية، وأوجد دينا مشتركا يجمع فيه كل من المصريين واليونانيين، فأخذ عبادة الثور أبيس وأعطى له شكل إنساني حتى يتقبله اليونانيون، حيث يصبح شبيها بآلهتهم، وأطلق عليه سيرابيس. وقد عبد الإله الجديد سيرابيس بشكليه اليوناني والقديم المصري العجل أبيس في مصر بنفس الشكلين. وقد انتشرت عبادة الإله سيرابيس لدرجة أنه وجد في مصر قديما حوالي 42 معبدا للإله الجديد. كذلك انتشرت عبادة إيزيس داخل وخارج مصر، وقد شكلت هي وسرابيس وأنوبيس الثالوث المعبود في العالم الهلينستي. وقد كانت إيزيس طريق سرابيس للانتشار. تلك الروح الطيبة والقوية التي غازت بها إيزيس العالم الخارجي، حيث أنها عبدت في أثينا نفسها. وفي بردية تارن تقول إيزيس متحدثة: أنا إيزيس، أنا التي يسميني النساء إلها، إني أمرت أن يحب الرجال النساء، وجمعت بين الزوج وزوجها، واخترعت عقد الزواج، وأمرت أن تضع النساء أطفالا وأن يحبوا الأطفال والدي. لم يقف تأثير إيزيس على أنها كانت تعبد بحد ذاتها، إلا أن بعض الآلهة الأخرى تشبهت بها، خاصة في الإلهة النصر نايكي، فأخذت نفس أجنحة إيزيس المشهورة ونفس ربطة الشال. الجدير بالذكر أن نايكي هي نفس العلامة، هي سبب العلامة التجارية لبعض الملابس الرياضية، اتخذت من الاسم ومن اتجاه الأجنحة علامة وأيقونة لها. استمرت عبادة إيزيس في العصر الروماني، حيث نجد تمثالين في الصورة وضعية لإيزيس وهي ترضع ابنها من العصر الفرعوني ومن العصر الروماني. والطبيعية الفرعوني موجودة في المتحف المصري، والروماني موجودة في الفاتيكان.
خروجا من ديانة إيزيس، فنجد أن بعض الديانات الأخرى قد غزت اليونان نفسها كعبادة الأسرار، وخاصة النحلة الأورفية، عبادة الطوائف السرية والعبادات المغلقة، وهي عبادات كانت تقام داخل المعابد المصرية خاصة في الدولة الوسطى. نجد الكثير من الآلهة المصرية له مقابل في الديانات اليونانية والرومانية. خروجا من الديانة وذهابا إلى الموسيقى، وأول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الموسيقى الفرعونية هي آلة الهرب. هي آلة شبيهة بالقانون الحالي، وجدت على نفس شكلها، موجود في الصورة على جدران المعابد بنفس الشكل حتى قرابة القرن السابع عشر الميلادي. وجد منها العديد من الأشكال على جدران المعابد. كذلك وجد العود الكمثري والبيضاوي، ووجد نموذج رقيق منه في مدافن طيبة في 1300 قبل الميلاد، وكان يدق على أوتاره بريشة خشبية. كذلك وجدت آلة القيثارة والناي مرسومة على جدران المعابد. تلك الجدران وخاصة على جدران سقارة موجودة بالكثير من الإشارات، تلك الإشارات التي تحمل لنا مفاجأة، وهي أن مصر في العصر القديم عرفت أول نوتة موسيقية، حيث أنهم كيف يستخدمون الآلات تبعا لنوتة مكتوبة لحاجات محددة كانوا بيستخدموها في العزف الموسيقي. وانتقالا من الموسيقى إلى أبو الفنون المسرح، وأول ما يتبادر إلى الذهن أو يقفز إلى ذهننا المسرح القديم هو المسرح الإغريقي لسوفوكليس وسخيليوس ويوربيدس. إلا أننا نفاجأ أن المسرح وجد في مصر القديمة، حيث يشير الدكتور ثروت عكاشة أن المسرح بدأ في مصر في الألف الثاني قبل الميلاد، وأن قصة إيزيس وأوزوريس ما هي إلا مشاهد مسرحية وجدت كأولى المشاهد المسرحية في التاريخ، إضافة إلى نصوص الأهرام وبردية إبوير أنها كانت من مقتطفات من مشاهد مسرحية. بردية الرامسيوم وهي أشبه ما تكون بدراما دينية لتتويج الملك سنوسرت الأول، إلا أن الاختلاف وجد في مكان إقامة المسرحيات، وبالتالي يعني ممكن أن نفند أن الأيديولوجية إقامة المسرحيات اختلفت من العصر الفرعوني للعصر اليوناني والروماني، وخاصة في العصر الروماني وجود المسرح الروماني الشهير. ففي العصر الفرعوني ممكن يكون أنهم كانوا يقوموا المسرحيات في المعابد أو في الاحتفالات الدينية وفي مواكب النصر في حفلات تتويج الفرعون. فنجد نصب صغير في يدفو مؤرخا لإحدى البرديات الأدبية المسرحية ونصوص عهد سيزوستريس الثالث. انتقالا من تأثير المسرح الفرعوني على المسارح في العالم القديم إلى العمارة الفرعونية، فنجد أن العمود المصري البسيط يعني أخذ وشكل في الحضارة اليونانية بالعمود الدوري بشكله القائم يعني. وكذلك معبد الرب أرتميس اقتبس من العصر الفرعوني نظام البناء بالأحجار وخشخانة الأعمدة. ونجد أكبر مثال يتجلى على تأثير الحضارة الفرعونية في الحضارة القديمة في الحضارة اليونانية الرومانية هي مقبرة بيتوسوريس. بيتوسوريس هو مقبرة الكاهن الأكبر الإله تحوتي، هي موجودة في تونا الجبل بمحافظة المنيا، وهي مقبرة مصرية خالصة تراثية المضمون، مكتوبة باللغة المصرية القديمة في أرجاء المقبرة. كذلك توابيت الدفن الموجودة في المتحف المصري الحالي. هي أخذت الشكل اليوناني والروماني في بعض الملابس المرفوعة عند الوسط، وإلا أن في مجملها نموذجا مصريا قديما للحضارة الفرعونية وتأثيرها في تلك المرحلة، والمقبرة مؤرخة بالقرن الرابع الميلادي. العمارة الرومانية وإن كانت تميزت بشكل كبير في الجانب المعماري بشكل لا يخطئه أحد، إلا أنها تأثرت تأثرا وإن كان يعني ليس كبيرا بالحضارة الفرعونية، إلا أنها أخذت استخدام الأحجار في بناء المعابد خاصة في معبد فيلة، وتخلوا عن استخدام الأجور المستخدم في بناء الكولوسيوم، واستخدموا الأحجار في بناء هذا المعبد.
ونجد أكبر مثال على تمازج الثقافتين الفرعونية والرومانية هي بورتريهات الفيوم. فكما نرى أن الشكل أقرب إلى العنصر الروماني أو الشكل الروماني، وخاصة اللي وجدت في الفيوم، إلا أن فكرة البورتريه في أصلها هي فكرة مصرية قديمة، فكانوا يضعون قناعا على صناديق المومياوات حتى تتعرف الروح على الجسد. الصورتين من القرن الأول، الأولى في متحف اللوفر بباريس والثانية في المتحف البريطاني. انتقالا إلى الرياضة الفرعونية واستنادا إلى كتاب الرياضة عبر العصور للدكتور عبد العزيز سالم، فنجد أن العديد من الرياضات وجدت في مصر القديمة واستمرت حتى عصرنا هذا، فنجدهم على جدران المعابد قد عرفوا المصارعة الحديثة والبولو والشطرنج وألعاب القوى والركض. أغلب هذه الرياضات صورت على جدران المعابد وخاصة في مقابر بني حسن في المنيا. أغلب الرياضات هذه استمرت بالطبع في العصرين اليوناني والروماني، إلا أننا نفاجأ أن الألعاب الأولمبية بدأت يعني نظمت وبدأت في مصر القديمة في أوائل الدولة الوسطى، حيث كانت تقام ألعاب مصارعة وكرة قدم وألعاب قوى في وادي يسمى وادي الغزال في 2130 قبل الميلاد. كما أن الفرعون ابن محات الأول أقام أول مدينة رياضية عسكرية للتدريب سميت منعات خوفو، وكذلك بعد أقيم أول عيد للرياضة في مصر القديمة في 1930 قبل الميلاد. انتقالا من الرياضة وذهابا إلى الطب، ونجد أشهر البرديات المصرية بردية إدوين سميث وبردية إبريس، ونموذج لبعض الأدوات الجراحية التي كانت تستخدم في مصر القديمة نجدها ظلت تستخدم عند كل من يعني بردية إبريس خاصة ذكرت عند جالينيوس، وظل يعمل بالكثير من المواصفات فيها. الأدوات الجراحية في العصرين اليوناني والروماني ذكرت هذه الأدوات، وهي دي نموذج من الأدوات اللي كانت بتستخدم في الحضارة الفرعونية وذكرت عند أبيقراط. وأخيرا وليس أخيرا مكتبة الإسكندرية القديمة، تلك المكتبة التي اختلف على من أمر بإنشائها، هل هو الإسكندر أم بطليموس الأول أم بطليموس الثاني، ولكنها بالتبعية افتتحت في عصر بطليموس الثاني. كانت نموذجا للمجمع العلمي الثقافي الفني، تقدم لنا نموذجا للعولمة الثقافية القديمة بما كانت تحويه من مجمع علمي والموسيون، وكانت أكبر جامعة في التاريخ القديم، وحضر فيها الكثير من اليونانيون زي أفلاطون وديمتروس الفاليري، الكثير من اليونانيون، حيث كان كل عالم يودع نسخة من مؤلفاته في المكتبة التي بلغت أكثر من 700 ألف كتاب. وانتقالا من المكتبة القديمة إلى المكتبة الحديثة التي افتتحت في 2002، هي تضم حاليا حوالي 1,000,000 كتاب، وسعتها تبلغ أكثر من 8 مليون كتاب. تضم الحائط الجرانيت الذي يضم 630 ما بين حرف ورمز من كل لغات العالم القديم والحديث. تضم متحفا للمخطوطات والآثار الغارقة، معهدا خاص بالدراسات الهلينستية، قاعة للباحثين وقاعة للمؤتمرات، قبة سماوية وتقام فيها عروضا فنية. وختاما فهي تمد جسرا الحضارات، حيث يمتد من مكتبة الإسكندرية إلى عالم البحر المتوسط. وإن كانت مصر قديما هي رحم الحضارة الإنسانية، فإنها الآن تمد عبر مكتبة الإسكندرية جسرا حضاريا للعالم تنفتح فيه ثقافيا واجتماعيا وحضاريا على العوالم الأخرى. وشكرا. الجمهور الكريم، نرجو أن تكونوا استمتعتم بهذه الندوة، والآن إليكم إذا كان هناك بعض تساؤلات واستفسارات. ابتدي أولا بالأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسعادة المستشار الثقافي وإلى السادة والسيدات الفاضلات الفضليات الأستاذة الدكتورة بسام البردوية والدكتورة والأستاذة الدكتورة دعاء العوضي. أنا آسف جدا. بداية فقط أنا فقط لدي تعقيب، وهو في المقولة الخاصة بهيرودوت،
في ردود فعل قال إن مصر هبة النيل، وأنا أختلف معه. نعم، النيل جزء أساسي في حياة المصريين وكان شريان الحياة، ولكن لم يكن النيل وحده هو العامل الرئيس والأساس في قيام حضارة بحجم الحضارة الفرعونية. وإلا لو صحت هذه المقولة لوجدنا على امتداد نهر النيل الحضارات في جنوب في السودان والصومال وفي المنبع. فإذا الأصح أن مصر هبة المصريين. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية، أود أن دائما عندما نتحدث عن الحضارة الفرعونية والتي لا زال لم نكشف بعد عن الكثير والكثير من أسرارها، ما زال هناك العديد من الأسرار في الطب والهندسة والكيمياء وعلم التصميم، حتى في بحوث أخيرة حديثة بتقول إن الفراعنة توصلوا إلى المواد المشعة واكتشفوا بعض الصخور وضعوها في بعض المقابر لحماية المقبرة. وده يمكن اللي هيخلينا كتير نجد كلمة لعنة الفراعنة. الحقيقة هذه المقولة وراها مجموعة من الأشياء يمكن ما بدأناش نحس بيها إلا بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. على طول بسنوات عديدة لقينا المكتشف كارتر والمساعدين خاصين به كلهم توفوا بسنوات قليلة وبمرض مشابه، أعراض جلدية، طفح جلدي، ضيق في التنفس، ما يشبه السكتة القلبية. هؤلاء الباحثين جميعا توفوا في أوقات متلاحقة. الحقيقة أنا برجع للسبب والأسباب علمية، وفي دراسات كتير في المسألة دي لعدد من الأسباب أو العوامل. دائما أولا السموم، الفطريات والبكتيريا، ثم التماتم أو السحر. نعم، لقد عرف المصريون القدماء في العصر الفرعوني السحر، بل هم توصلوا إلى أشياء كثيرة من التعويذات، حتى اللي بنسميها دلوقتي 5 خميسة اللي بتوضع في العنق وجدت في بعض المقابر الفرعونية على السيراميك، على الخزف من اللون الأزرق. 5 أصابع، كل إصبع بيشير إلى إله من الآلهة، في إله السنة، إله اليوم، إله الشهر، والكف يرمز إلى الفلك أو الآخر. إذا ما يتعلق بهذا الشيء يرجع إلى عوامل علمية عديدة. فيما يتعلق، أنا أشكر الدكتورة دعاء على هذا العرض القيم الذي أخذتنا فيه كثيرا. فعلا الحضارة الفرعونية أثرت بشكل كبير في الحضارات اللاحقة عليها. وأنا عندي تجربة شخصية يمكن في الخصوص الرياضة بصفة خاصة، لأن عملت في هذا الموضوع لسنوات، لدرجة أن ما يسمى المصارعة الرومانية حاليا قد عرفت نفس هذه الرياضات في مصر الفرعونية. ووجدنا مناظر على المقابر والحكم يقف في المنتصف، فإذا أراد الخصم أن ينزل خصمه على رأسه تدخل الحكم وأوقف المباراة، وما يدل على أن الرياضات كانت بشكل زي ما تفضلت الدكتورة دعاء وقالت، فعلا كانت مسابقات ومسابقات أولمبية كان يحضرها الفرعون نفسه في مقابر بني حسن وفي معبد حتشبسوت، مناظر للرياضة البدنية يحضرها الفرعون نفسه. معنى ذلك أن المصريين القدماء في العهود القديمة قد عرفوا أنواع عديدة من الرياضات وفق نظام ثابت ومعين، والدليل على ذلك حتى أن المرأة المصرية القديمة مارست الرياضة، مع أن نعم سمحت الحضارة المصرية القديمة للمرأة أن تصل لأعلى المراتب، ملكة حتشبسوت للحكم. وجدناها أيضا المرأة المصرية تمارس الرياضة، وكان هناك رياضة شهيرة جدا وهي العدو، وكان الحاكم أو الملك لا يمكن أن يجلس على العرش قبل أن يجتاز عدوا بين ثور أو رياضة عدو، ومنهم الملكة حتشبسوت نفسها. أخيرا أختم بالجزئية برضه اللي أشارت لها الدكتورة دعاء وهي فعلا مهمة جدا، وهي الموسيقى. الحقيقة لدينا في المتحف المصري بالقاهرة مجموعة من الأدوات الموسيقية، الناي، الآلة هارب،
حاولنا مع مجموعة من الموسيقيين إن إحنا نمسك الآلات دي ونحاول نجيب موسيقيين وفنانين يعزفوا عليها. كان الاكتشاف هايل جدا إن هذه الآلات الموسيقية صنعت بالسلم الموسيقي، يعني وبالتالي يدلل على أن الفراعنة ربما يكون ما يسمى حاليا بالسلم الموسيقي قد توصلوا إليه. وفي الختام أشكر حضراتكم على هذه الليلة القيمة حول الحضارة المصرية. شكرا سعادة الدكتور عبد العزيز سالم خبير الآثار باليونسكو عن هذه الحزمة من التساؤلات. والآن دور الإجابة بالنسبة للمتداخلتين. نبتدي الأول بالأستاذ الدكتور عبد الكامل. أخي عبد العزيز، إذا كنت قد ذكرت بأنه قال هيرودوت مصر هبة النيل ولكن لتعقيد. دوما أكرر قول بأنه ما كانت للحضارة أن تنمو ولا للبشري. إذا الإمكان البشري الذي عرف كيف يستغل النيل في كل حياته، بدءا من استعداد، تقويم، تقسيم الإداري وما إلى ذلك. لأن تعلمون بأنه بالنسبة للتقسيم الإداري يبدأ من الجنوب إلى الشمال نحو الشمال. بالنسبة للتقويم السنة النيلية والسنة الفلكية، وعرف المصري بأن هناك خلل ما، وتحدث عن ما يسمى بأيام ميلاد الآلهة اللي مذكورة في القرآن الكريم تحت اسم أيام الناس. بمعنى آخر بالفعل الحضارة المصرية لا يمكن أن عندما نتحدث عنها أن نتحدث عنها إلا عبر ومضات، لأن كل مجال يستحق بحثا قائما بذاته. لعنة الفراعنة عندما نقف عند النصوص المرتبطة بالعمارة الجنائزية الخاصة بكبار شخصيات الفراعنة نقرأ دوما عن أنه من لم يحافظ على المقبرة فعليه اللعنة. إذا صحيفة التايمز استغلت العبارة، طورتها، استفادت ماديا، لأنه مات اللورد كارنارفون اللي كان مسن، مات كلبه، مات أصدقائه، ولكن كارتر بقي بعد ذلك هو صحته خفيفة. إذا ضروري أن يتأثر بما ذكرتم حضرتكم من ميكروبات وسموم وما إلى ذلك. وهناك باحثون جربوا ورأوا أنه الإشعاعات التي تصدر عن متحف القاهرة بآلة الرصد قوية جدا، بمعنى المومياء راه فيها واحد خليط عجيب من المواد التي تحولت مع مرور الأيام إلى مواد سامة، إذا قادرة على أن تفتك من صحته هشة. إذا لم أقف كثيرا عند توت عنخ آمون، توفي وعمره 13 سنة، ولكن مقبرته تعكس قيمة وثراء الحضارة المصرية الفرعونية. مثلا عندما نتحدث عن خوفو نعرفه من خلال هرمه، ولكن اللصوص سبقونا فأخذوا ما أخذوا حتى المومياءات. إذن لماذا حفظت مومياء توت عنخ آمون؟ لأن رمسيس السادس بنى قبره فوق مقبرة، وصل مع ذلك اللصوص ووجدت في دهاليز المقبرة بقايا تحف كان سيسبقها اللصوص لولا لطف الآلهة ولطف الله الكريم. وشكرا لكم. شكرا دكتورة بالكامل على هذه الإجابة الوافية. هل هناك أسئلة؟ دكتورة حورية؟ تفضل. شكرا السيد يحيى صلاح حسنين المستشار الثقافي على هذه الندوة الكريمة. شكرا للأستاذة البيضاوية، شكرا للأستاذة دعاء على هذه العروض القيمة. بما أن الندوة تخص الحضارة الفرعونية وامتداداتها، ونحن نعرف أن الحضارة الفرعونية هي عنوان آثار الحضارة المصرية القديمة التي يرجع لها دور الريادة في وضع أول أبجدية لغوية في العالم.
أنطلق من القول الجميل للأستاذ يحيى حينما قال تبدأ الحضارة عندما ينتهي الاضطراب. بعد مدة من الزمن، يعني بعد زمن من مرور يعني هذا الوقت الطويل، بدأنا نرى أثر الأدب الفرعوني الذي هو أدب الحكمة والجمال. والأدب الفرعوني أيضا كان يسمى بأدب السيرة، وهو